انخفاض في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ليسجل 48 جنيه و48 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تقرير جديد عن أسعار العملات النهاردة السبت 9/8/2025. هنتكلم عن سعر الدولار قدام الجنيه المصري ونشوف آخر تحديثات البنوك والمركزي وهل في تغيرات ولا لأ. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا التفاصيل. سعر الدولار استقر النهارده قدام الجنيه المصري في كل البنوك، وسجل في البنك المركزي شراء 48 جنيه و48 قرش، بيع 48 جنيه و62 قرش. أسعار الدولار في البنوك النهارده هنتناول في الفيديو ده أسعار الدولار في معظم بنوك مصر. نبدأ على بركة الله. البنك الأهلي المصري سجل الدولار شراء 48 جنيه و50 قرش، بيع 48 جنيه و60 قرش. سجل الدولار في بنك مصر شراء 48 جنيه و50 قرش، بيع 48 جنيه و60 قرش. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 48 جنيه و51 قرش، بيع 48 جنيه و61 قرش. سجل الدولار في بنك CIB التجاري الدولي شراء 48 جنيه و60 قرش، بيع 48 جنيه و50 قرش. بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي شراء 48 جنيه و52 قرش، بيع 48 جنيه و62 قرش. في بنك البركة سجل الدولار شراء 48 جنيه و50 قرش، بيع 48 جنيه و60 قرش. في بنك قناة السويس سجل الدولار شراء 48 جنيه و50 قرش، بيع 48 جنيه و60 قرش. الخلاصة إن الأسعار ثابتة ومفيش أي تغيرات ملحوظة في السوق، وبكده نكون وصلنا لنهاية تقاريرنا على أسعار الدولار النهاردة. قولوا لنا في التعليقات تتوقعوا الأسعار هتفضل ثابتة ولا ممكن يحصل تغير كبير، تغير قريب. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتدعمونا عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.